عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وفرح، ويا رب اي حد بيتمنى اي حاجة ربنا يحققها له واكتر بكتير من ما بيتمنى، يا رب اللهم امين. بصوا بقى، تعالوا نبتدي بقى يوم المعركة بتاع الشهر. اليوم ده اللي هو بعد بقى ما خلاص شفنا المشتريات وده بكام وده بكام، نبتدي بقى نرص كل حاجة كده في مكانها، ونبتدي بقى نعمل التظبيطات بتاعت اللي هتقعد الشهر كله. يعني تظبيطات بقى اللي في الزبدة والجبن مكانها والصابون السائل والمش عارف ايه. يلا بصوا في الفيديو بقى كل الحاجات هتشوفوها معايا في الفيديو ده. اول حاجة كده كنت عمالة برص الحاجات، بحاول افضي الضلفة بتاعة الخزين. وبالمناسبة الضلفة دي مهمة قوي لأي حد يعني بيجهز او يجدد مطبخه او كده. دي بتبقى شايلة كل حاجة بقى، المكرونات والرز. بصوا هي في جنب كده، بس انا للاسف لقيت كادر الكاميرا مش جايبها، يعني جايبني وانا باخد الحاجات وبحطها، بس مش جايب بحطها فين، فاهمني؟ يلا هنظبط الكادرات دي في الفترة الجاية ان شاء الله. فابتديت ان انا بقى ايه، بمسح الاول مكانها، مكان الحاجات اللي قبل كده حاجة واقعة ولا حاجة بشيلها عشان مفيش حاجة تجيب نمل او حشرات او كده. وببتدي بقى ارص كل حاجة مكانها. وكمان بقى اللي عملته ايه المرة دي، ان انا ابتديت اشوف صلاحية الحاجات. يعني فيها حاجات عندي مثلا كانت من بقالها فترة، لسان عصفور، شعرية، مش عارف ايه الحاجات دي اللي هي ما بيبقاش عليها استهلاك قوي، بالذات لسان العصفور والشعرية. فابتديت اشوف الصلاحية بتاعتهم، وفعلا لقيت فيه كذا كيس كده الصلاحية بتاعته منتهية، رغم ان هو شكلهم عادي يعني. فخرجتهم طبعا عشان يعني ما بقاش اتلخبط واخد حاجة تكون منتهية اكسباير واعملها وكده. فانتوا برضو ابقوا افرزوا الحاجات بتاعتكم اول باول، علشان ايه ما يحصلش عندكم المشكلة دي وما تبقوش واخدين بالكم. بس هنا بقى بعد ما رصيت الضلفة، في النص كده حاطة الدقيق وحاطة الزيت بتاع ده السكر، لا حاطه الرز والمكرونه والدقيق، وتحت حاطه السكر والرز البسمتي، وفوق الزيت والملح والمشروبات اللي هي ايه، في المنظمات جوه ورا الزيت والملح، الحاجات اللي هي الضروريه اللي بستخدمها على طول. كمان المنظم بتاع الرز ده بياخد كيلو رز بس. وده كان اخر كيس عندي من اللي هو السايب اللي كنت بقول لكم جايباه من عند السوبر ماركت اللي تحت البيت لما ما كنتش لاقي رز وكده. ففضيته عشان خلاص بقى ارمي الاكياس وكده، ما يبقاش في عندي كركبه. وابتديت بقى، بصوا شطارتي فالحق قوي، وقعت على الرخامه، ودي ارخم حاجه ممكن تحصل. الاول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان انتوا بتنسوا، واكتبوا لي كومنت، ده طبعا اهم حاجه عندي عشان اشوف كلامكم، بفرح بيه قوي. وبس كده. ابتديت بقى ان انا بقى افضي حاجات كمان التلاجة كمان عشان ارصها. يعني قسمت، حطيت حاجات ضلفة الخزين على جنب، وحطيت حاجات التلاجة على جنب عشان ما لخبطش نفسي وبسهل على نفسي يعني. بعد ما خلصت ضلفة الخزين واحدة واحدة كده، ابتديت ان انا اعمل حاجات التلاجة. بطلع المنظم اغسله تحت الحنفية وفي الحوض، وبعد كده باجي ارش الكلوركس اللي هو البخاخ ده. حلو قوي، بحس ان هو بيطهر وكده، يبقى منضف ومطهر، رغم ان هو مغسولين برضو بالمية وكده، بس برضو يعني حلو قوي. واحط باسكت منهم للجبن منظم، والتاني بقى فيه الصوصات والمربات والبطرمانات اللي هي اللي انت شايفينها دي، عسل، مربى، صوص مش عارف ايه، كاتشب، الحاجات دي. صوص المايونيز على الكاتشب ده اجمد حاجة ممكن تجربوها، هو وصوص الباربيكيو، الاتنين دول تحفة تحفة تحفة، بينقلوا الاكل في حتة تانية بجد حقيقي. وكمان بقى جبت الحاجات اللي هي الفانيليا والبيكنج باودر وكده، وجبت الباسكت بتاعهم برضو نفس الحاجة، هعمل بالكلوريكس ده. المرة دي ده كان بريحة الليمون. وهرتب بقى وبرضو اعمل حركة في الفانيليا والبيكنج باودر والكيك شيف وكده، ان انتوا القديم اللي لو بقي عندكم لسه قديم خلوه هو اللي على الوش تستخدموه، والجديد خلوه هو تحت اللي انتوا جايبينه لسه جايبينه. يعني بصوا اهو كنت بوريكم القديم فوق والجديد تحت، عشان ما فيش حاجة برضو تبقى اكسباير وكده. وجيب بقى ايه، نمسح بقى التلاجة ونرص الحاجة وكده. واحنا بنرص كده وبنروق، طمنوني انتوا عاملين ايه واخباركم ايه، واخدتوا الاجازة بتاعت نص السنة ولا لسه بتمتحنوا، عندكم امتحانات ولا ايه، اللي عندها اطفال ولا اخواتكم ولا انتم ولا. احكولي كده نحكي مع بعض، وحشتوني جدا والله العظيم من الفيديو اللي فات. عارفين كده اجواء الفويس اوفر بقى، وانا قاعده بتكلم معاكم وبتاع، بتخيل ان انتوا كانكم قدامي كده وصحابي بقى وقاعدين بنتكلم.
فاهميني انتوا، فاهمين، حاسين. يا رب تكونوا كويسين يا رب، وكل حبايبكم بألف خير، وربنا يسعدكم جميعا يا رب. عايزين برضو نحكي كده، قولولي عادات بتعملوها بتسهل عليكم بقى رص مشتريات الشهر. وقولولي كمان حاجات اللي هي البدايل، ايه البدايل الأرخص في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، بتعملوا ايه وكده. يعني نفيد بعض، اللي عنده حاجة أزيد من اللي أنا بعملها يقولها لي برضو، أستفيد منكم أو أعملها في الفيديوهات الجاية. بصوا هنا كنت عمالة الصوصات دي بحبها قوي في ايه، ان انا مثلا احطها على لبن، على كذا، اللي ما بيشربش اللبن وبتاع، عارفين انتوا هو مين. احط لها بقى عليها اي صوص من ده، فتفتكر ان هو عصير كأنه ميكس جهينة وكده، فترضى تشرب شوية وكده. المهم كنت بحاول اوقفهم كده في التلاجة، مرضيوش، فنيمتهم في الباسكت عشان احط التاني فوقيهم. كروكس بقى اللي هو البخاخة دي، بصوا جامدة جدا في تنظيف التلاجة. بقيت يعني خلاص بقيت معتمداها، بتنضف بسرعة جدا وبتنشف بسرعة، وطبعا كلوريكس فبتطهر بقى اي حاجة وكده. فحقيقي حلوة قوي، وما بقيتش استغنى عنها يعني، فعلى طول بقت معايا المنظف الاساسي في المطبخ بعد الصابون السائل يعني. في التلاجة وفي الميكرويف وممكن البوتاجاز وكده، بس ما تحطوهاش على الرخامة، علشان الكلور على الرخام بيخليه يجير كده ويبهت، ما بيبقاش لامع. فدايما خلي الرخام مثلا يبقى منظف ازاز جلانس او كده، او الخلطة اللي كنا عاملينها مع بعض قبل كده كانت برضو جلانس على زيت جونسون او اي زيت عطري، وشوية كانوا برضو في الخلطة كانوا شوية معطر. المهم بقى هنا ده البقسماط اللي احنا جبناه مع بعض، عملت برضو في الباسكت ده نفس الحاجة بالكلوريكس، ورصيت البقسماط وظبطت بقى كل حاجة كده، كل حاجة في مكانها. عارفين انتوا بقى ايه، ريحة نظافة كده في التلاجة، وكل حاجة تبقى رايقة، اللي انتوا عايزينه تمدوا ايديكوا وتجيبوه على طول. علبة الخيار دي بقى مفيش غنى عنها، بصوا دي اخر خيارايه وزي الفل. والمناديل بتبقى مبلولة قوي بجد، الخيار بينزل مية كتير قوي، اللي هو ايه ده. فطبعا بشيل اغير بقى المناديل وكده، واحط له مناديل تانية نضيفة. وكنت بقى ايه، مش عارفة برضو الكادر مش جايب اللي انا بعمله تحت. المهم ان تحت فيه الخضار والفاكهة والحاجات دي، وباقي بقى رص التلاجة وكده. ف... فبجد ربنا، بصوا يعني ربنا يعيننا كلنا يا رب على الايام الصعبة اللي احنا فيها دي. الفيسبوك مقلوب وفي كل حتة، اللي هو في ايه. في ايه، الحمد لله على كل حال. طبعا حقكم ان انتوا تبقوا زعلانين ومتضايقين وكل حاجة، بس لينا رب يعني يا جماعة، لينا رب ان شاء الله مش هيضيعنا يعني، ان شاء الله. بس فسيبوها لله، وان شاء الله خير، ان شاء الله كله خير. عايزه اقول لكم بقى على كام حاجه كمان بقيت اعملها وانا بعمل الكلام ده، تنظيفات بقى والمشتريات والحاجات. بصوا الباسكت الصغنون ده خطير جدا، بحط في الكيس بلم فيه كل الحاجات، وبلم الحاجات اول باول. الاكياس بقى اللي هي بتاعت هايبر دي مش برميها ابدا ابدا، بسيبها كده، بشيلها في حته رخامه كده تحت الحوض. ابقى اوريها لكم تقسيمتها في فيديو تاني. بشيلها فيها يعني، بتنفعني جدا في الباسكت الصغير ده. اول باول بتبقى منضفه المطبخ من اي حاجه بصراحه. كنت رايحه اقول لكم ايه ونسيت، الانسان بقى عنده زهايمر بطريقه مش معقوله. كنت رايحه اقول ايه. مش فاكره والله العظيم. المهم ان انا بفضي كل حاجه كده اول باول. يعني مثلا بفضي البيض، الزبده هنعملها دلوقتي مع بعض. كل حاجه كده اول باول بغسل دي حاجات طالعه من التلاجة، عشان تحسوا ان الدنيا رايقة يعني. لو انتوا كل حاجة اول باول، المواعين اول باول، الرخامات مش عارف ايه كده، تحسوا ان الدنيا بتروق بسرعة، وتحس ان انتوا بتعملوا مجهود طبعا يعني. ويا ريت شغل البيت يكون بالسرعة اللي في الفيديو دي. بس هتحسوا انتوا بتنجزوا حاجات كتير قوي في وقت ابسط. يعني انا فاكرة ان مثلا لما ببقى سايبة كل حاجة كده، مش بعمل الحاجات أول بأول، ممكن أجي أبص ألاقي الحوض فجأة اتملى، والرخامة فجأة باظت، مش عارف ايه فجأة اتملى كده. لكن طول ما أنا بعمل الحاجة وبنضف ورايا على طول أول بأول، كل حاجة بتخلص في وقت أسرع بكتير. دي كانت علبة الزبدة، كانت في التلاجة وخلصت، فخلاص غسلتها كويس وكده، عشان اجي اعمل معاكم الزبدة زي عادتنا كل شهر.
حقيقي بتقعد الشهر كامل وممكن اكتر، وبتفضل محافظة يعني مفيش اي حاجة فيها بايظة ولا اي حاجة لاخر الشهر، ومريحة بقى. كل طبخة كده اروح مطلعة المكعب او المكعبين او زي ما انا حابة، واعمل بيهم وارجع العلبة مكانها زي الفل. حقيقي دي اكتر حاجة انا بقيت معتمداها يعني. ومش عارفة ربنا ألهمني ليها كده بقالي فترة طويلة كده مني لنفسي والله. يعني في حاجات كتير قوي أنا ببقى شايفاها في فيديوهات، أو شايفاها مثلا حد عملها أو كذا، دي عملتها كده من نفسي ولقيت ايه ده، دي حلوة قوي يعني، والموضوع جامد جدا. بس بقى أهم حاجة وانتوا رايحين تقطعوها، استنوا ان هي تكون جامدة، يعني ما تبقوش سايبينها بره وتبتدوا تقطعوها. لان انا عشان المرة دي كنت سايباها بره من قبلها بيوم تقريبا، لان رصيت معاكم المشتريات دي تاني يوم من ما جبتها. فكانت ساحت كده شوية، رغم ان احنا في الشتاء اعتمدت يعني ان احنا هنبقى في الشتاء وكده، بس ساحت سيكة كده شوية، فابتدت ايه، ما تعملش مكعب مكعب يعني زي ما انا ببقى حابة. بس برضو يعني تمام، شغالة برضو، عاملة مكعبات وظابطة برضو تمام يعني. وبتفضل بقى في التلاجة زي الفل، مش في الفريزر، في التلاجة عادي لحد اخر حاجة بتبقى معاكوا زي الفل. بصوا خلاص خلصت لي القالب الفرن ده. بالمناسبة كنا اتفاجئنا في الفيديو اللي فات مع بعض، اللي ما شافش الفيديو، ان هو بقى ب81 جنيه بعد ما كان ب40 جنيه. بس ملالي العلبة دي كلها، واتبقى منه كمان دلوقتي مليت منه يعني. بصوا اللي اتبقوا دول كنت راح الفهم كده في الورقة وهشيلهم في التلاجة. رجعت قلت ايه، لا عشان ما تبوظش التلاجة وتبقى لا مش حلوة، هحطهم ايه في العلبة زي ما هما كده. رجعت قلت ايه الغباء ده، طب ما اقطعهم برضو في العلبة يعني ليه بتحطيهم على بعض؟ مش عارفة، ساعات الواحد كده دماغه بتأكسد كده، اللي هو بيتصرف تصرفات هو ايه ده ايه ده. المهم انتوا قولولي ايه رأيكم في الفيديوهات وفي المحتوى الجديد ده، وقولولي برضو يعني اقتراحات بقى لفيديوهات جاية وكده. نفس ذات الحاجات اللي بتتفضى، البيض برضو جبت الطبق ده، غالبا ده طبق فاكهة ولا طبق ايه مش عارفة، المهم يعني فضيت فيه البيض وابتديت ان انا اشوف لو في حاجة مكسورة او كده اطلعها عشان استخدمها في اي حاجة بقى في القريب يعني، عشان ما ايه ما تبوظش او تبقى في التلاجة تبوظ حاجة او ريحة او كده. وبس كده فضيته، وابتدي بقى ان انا ايه احطهم في التلاجة، وابتدي بقى نشوف ايه المهمة اللي بعدها يا رفاق. هيا بينا على المهمة اللي بعدها. كده خلاص. بصوا بقى الرخامة فاضية، ابتدي بقى ايه احط بقى مناديل، اظبط بقى كده الرخامة، امسح الخيار علشان علبته المية اللي فيها، عشان غيرت له المناديل عشان لما اجيب حاجات الخضار افضي بقى عليها على طول. بيفضل لاخر حاجة يفضل كويس ونضيف يعني. رصيت كده كل حاجة زي ما انتوا شايفين، برجع كل حاجة مكانها. وان شاء الله بفكر انقل طقم التوابل ده كده بقى في ضلفة، لحد انا كنت عايزة اجيب له علاقات وحاجات، فلحد ما العلاقات تيجي بفكر ان انا ايه قريبا يعني انقله بقى في ضلفة فوق، عشان الرخامة بجد ما بحبهاش كده. رغم ان بتقولولي ده شكله شيك وسيمبل وبتاع وسيبيه، بس انا يعني مش عارفة، نفسي تبقى رخامة فاضية، فاهميني ازاي. جيت بقى اليوم ده طبعا في طحن زي ما انتوا شايفين، اللي هو يا ريت الطحن ده يبقى في ثواني كده زي الفيديو. فقلت خلاص انا هقلبهم في اليوم ده، وهعمل بس مكرونة بقى وبطاطس وبيض وكده وخلاص. مش هعمل بقى، مش هطلع فراخ ولحمة وحاجات وحوارات وكده. فحطيت المية تتسلق، لا حطيت المية تغلي. ولازم تغطوا الغطا ما تنسوش، عشان خاطر المية مش تغلي طول ما الغطا مكشوف، عشان دي غلطة انا كنت بعملها زمان في بداياتي، يعني في بدايات تحملي للمسؤولية، كنت اسيب الغطا مكشوف، فكانت المية تقعد كتير قوي، اللي هو انا افضل داخله طالعه، طب انتي قاعده هو في ايه ما بتغليش ليه؟ اتاري بقى طلع ان انا ما بغطيش الحله. ما بكلمش نفسي ولا بكلمكم، كن في نقاشات عائليه كتير. فجيت بقى هنا امسح الميكروويف على السريع كده، بالمناسبه انا ايدي فيه على طول، فعشان كده دايما ما شاء الله تلاقوه نضيف كده. فمسحته من بره بالجلانس البادي بتاعه، عشان هو من بره كمان ازاز، باب بتاعه ازاز، فالجلانس بيلمعه قوي. الجلانس ده كان فريدة، وبستخدم حاجات تانية يعني، بستخدم اللي هو اسمه ايه ده يا ولاد، اسمه ايه،
هو انا بنسى كده ليه؟ مش عارفه. المهم ان هو بستخدمه على طول وبرضه نسيته، مش فاهمه ليه. ولكن بقى من جوه، وبحب استخدم بقى الكلوريكس البخاخ اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو اللي في ايدي ده. بحب بيطهره بقى وبينضفه جدا جدا. يعني انا جربت حاجات كتير وكانت برضو بتنضف، بس كانت بتاخد مجهود على ما ينضف. لو في دهون او كده، الكلوريكس ده بيخليه ينضف على طول في ثواني حرفيا. وخدت الطبق بتاعه بقى اغسله، لان كان واقع عليه عيش رده بقى، ردة العيش وكده. العيش هنا برده حقيقي، استغفر الله العظيم يا رب، مش بحبه خالص. بحب العيش بتاعنا بقى عند ماما، العيش بيبقى حلو قوي وطري وخفيف. هنا العيش برده يعني تيجوا تمسكوا الرغيف يفضل ينزل رده في كل حته، في الميكروويف وعلى الترابيزه وعلى الصينيه في ايه؟ في ايه؟ وتخين كده وتحسوا هو يعني استغفر الله العظيم. بصوا هو ما بيحبنيش، تحسوا هو بيبوظ بسرعه كده، مش بيبوظ اللي هو زي بينشف او بيبتول كده مش عارفه اوصف لكم. المهم ان هو ما بيحبنيش يعني، فبس مضطريه له يعني. طبق التسالي ده بقى انا بتعامله معاه معامله طبق الفاكهه دلوقتي اليومين دول. احط عليه موز بتاع كده. جيت هنا بقى اعمل البطاطس دي مفترض ان هي بطاطس ويدجز. ومفترض ان انا كنت شايفاها على يوتيوب بقى ان هي بتقرمش جامد ومش عارف ايه وكده. وحقيقي دي مش اول مره اعملها، يعني انا عملتها كذا مره، يعني دي مثلا المره الرابعه ولا حاجه. بامانه عشان برضو أبقى بتكلم معاكم بامانه، هي مش بتقرمش القرمشه الرهيبه اللي هما بيتكلموا عليها في الفيديوهات، يعني رغم ان انا ماشيه على كل الوصفه بالظبط. لكن هي جديده مختلفه، طعمها مختلف. عاجبني فيها ان هي ما فيش قلي، فما بتحطوش دهون على نفسكم، فتبقى خفيفه يعني، بتبقى في الفرن وكده وبتستوي، بتبقى طريه ومستويه حلوه قوي، وبتبقى مقرمشه برضو من بره، بس مش القرمشه القويه الفظيعه اللي هما بيقولوا عليها. بقشر البطاطس وبقطعها تكون تخينة، مش خفيفة زي البطاطس الشيبسي والصوابع العادية. اقطعها ان هي تكون سميكة كده شوية، وبترشوا عليها رشة زيت الاول. طبعا اخدتها غسلتها. هنا بقى كان معايا ماما على الموبايل بكلمها فيديو، وعمالة بقى بحكي لها يعني البطاطس دي بتتعمل ازاي وكده. المهم، غسلتها وحطيت عليها نقطة زيت. كنت ناسية احطها قبل التوابل. ليه بقى نقطة الزيت دي؟ علشان تخلي التوابل تمسك على البطاطس اهي. بصوا حطيتها. وحطيت بقى عليها بابريكا، وحطيت كمون وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، نشا. ايه تاني؟ توابل بطاطس لو ما عندكوش مش مشكلة، ملح طبعا اهو. وحطيت كل ده وفلفل اسود وكمون، وقلبتها بقى كويس قوي كده، كويس قوي قوي قوي، وكاري وكركم. لو حابين يعني ان هي لونها يبقى مصفر شويه، مش حابين خلاص كفايه الحاجات التانية. وخلاص كده. وفي ناس بتحط عليها زعتر، يعني بصوا التوابل اللي عندكم يعني. وبجيب صينيه تكون تيفال او مش بتلزق. كانوا بيقولوا ان انتوا تدهنوا الصينيه، بس انا ما دهنتهاش بصراحه، وجربتها على طول من غير دهان ما بتلزقش ولا حاجه. فخلاص مش ناقصين زيوت يعني. فبترصوها كده جنب بعض مش فوق بعض، ولحد ما تخلصوا الرصة تبتدوا ان انتوا ايه، تدخلوها الفرن على درجة حرارة عالية، ممكن 180 او 200 كمان اعلى حاجة في الفرن. وتفضلوا بقى متابعينها لحد ما تستوي، بس هي بتاخد وقت حبة يعني. مش حابة اقول لكم وقت بالظبط، لان بجد كل فرن بيفرق عن التاني. انتوا تتابعوها اول ما تستوي تطلعوها تمام. بصوا كنت بوري شكل الصينية رصيتها لماما وكده. ربنا يخليكي ليا ويديمك فوق راسي من خلال الفيديو ده يا مامتي. المهم بقى لو اتبقى عندكم بطاطس ما اتحطتش في الصينيه، انتوا ممكن تقلوها عادي برضو بيبقى طعمها حلو. بس انا ايه ما حبيتش يعني، ما بقتش حابه بحاول يعني ابعد عن القليه اكتر حاجه. خلاص هنا كده المكرونه كانت استوت. فخلاص اتسلقت. فصفيتها وحطيت البطاطس كده خلاص تتحط في الفرن. وبتوع الازمات بقى اللي بعملهم معاكم على طول، الصلصه خرجتها حطيتها على النار، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وعليها المكرونه ووطيت عليها وبس كده. والبيض اتسلق. وبصوا كانت اكله سريعه وحلوه ومنجزه. خلاص هي هنا بصوا فكت على طول. بمجرد ما بتحطوها في الحله وتغطوا عليها بتفك بسرعه. ملح وفلفل اسود. في ناس بتحط توم وفي ناس بتحط بصل،
للمكرونة، بس احنا ما بنحطش حاجة، هو بس دول وبس كده. والمكرونة اللي اتبقت قفلتها وشلتها في التلاجة لأي وقت أزمة. وبجد كان اليوم عدى على خير وأنجزت فيه كتير قوي. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير. ويلا باي باي.